السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علي هو واحد الشاب مغربي ساكن في مدينة مراكش، داخل سوق راسو، نقي في لباسو وفي عقليته. كيقرا في السيزيام، المعدلات ديالو في القراية لا بأس بها، يعني غادي مزيان، مكانش كيعاشر بنادم بزاف. أغلبية الوقت كيكون بوحدو داير ليزيات وكيسمع الموسيقى. كان عزيز عليه أغاني ديال الراب. في القسم اللي كيقرا فيه تعرف على جوج ديال الأصدقاء، واحد سميتو فؤاد وواحد سميتو أمين. امين كانت عنده واحد الصديقه ديالو سميتها نرجس، وفؤاد كان صديقته سميتها نوال. من بعد غادي يعرفهم علي وغادي يوليو اصدقاء كلهم. علي وفؤاد وامين كيقراو كلهم قسم واحد، ولاو كيجلسوا مع بعضهم طاوله. اما نرجس ونوال كانوا باقيين كيقراو في السانكيام، يعني كيتلاقاو مع امين وفؤاد يا اما في الاستراحه يا اما خارج المؤسسه. علي، امين، فؤاد، نرجس، نوال دايرين كليكا ديالهم، ولاو كيتمشاو مع بعضهم كل استراحه، حتى ولات صداقتهم قويه. امين وفؤاد مبليين بالكارو وكيشربوا مره، ولكن علي ما عندوش مع هادشي، ترونكي. كانوا فاش كيبغيو يمشيو يقصروا شي نهار يشربوا ولا شي حاجه بحال هكا، كان علي كيخلق لهم شي حاجه باش يتفارقوا معاهم. علي الظروف ديالو الماديه صعيبه، الاب ديالو كيخدم غير بالنهار على بنايه، والام ديالو كتمشي كتخدم في الفيرما في الفلاحه الموسميه. ما عندهمش دار غير كاريين، كيمشيو مزيرين مع الشهر. علي ديما كيخمم كيفاش خاصو يقرا باش يخدم شي خدمه تكون مزيانه يعاون بها راسو ويعاون والديه. من قبل علي كانت عنده اختو سميتها نسيم، كانت من ذوي الاحتياجات الخاصه. فاش دارت 14 سنه ماتت بسبب المرض والاهمال الطبي، وعلي بقى مأثر بالوفاه ديالها. تقدر تقول ان علي لقى راحته مع الاصدقاء ديالو الجدد، وبقاو كيتلاقاو بزاف بحكم انهم كانوا كيقراو في نفس القسم. الاستراحه كيدوزوها مع بعضهم كيف العاده. واحد النهار وهما في الاستراحه، نرجس بدات كتشوف علي بنظرات كيبان عليها بلي انها نظرات اعجاب، وامين رد البال لهادشي. وقع فيه الحال، حس بالغضب من جهه نرجس وحس بالغيره حتى هي، ولكن ما بغاش يزيد. قال حتى نتاكد. واحد النهار بالصدفه علي كان دايز حدا الليسي، شافتو نرجس وهي تعيط عليه، بقاو هي وياه غاديين وهي كتهضر. امين جالس في واحد القند قريبه للثانويه يجلسوا فيها غير الدراري اللي كيكميو، وشاف هذاك المنظر من الاول فاش نرجس هي اللي وقفات علي وبدات كتهضر معاه. وهنا امين استنتج باللي علي ما عنده حتى دخل في هذا الشيء، وباللي الغدر جا من نرجس بوحدها. نرجس فاش تلاقات مع علي كانت تهضر معاه فقط بخصوص الاغاني اللي كيسمع ليها، حيت هو كيسمع الاغاني ديال الراب، ونرجس حتى هي كان عندها نفس الستيل، وكانت كتسولو على شي مغني، وبغات تكتشف في اسماء فنيه جديده بحكم ولعها بالاغاني الراب. يعني ان نرجس كانت معجبه باللباس ديال علي ومعجبه بالاغاني اللي كان كيسمع ليها، وما كانتش كتفكر تدخل معاه بشي علاقه كما كان تخايل امين. ولكن امين اللي في راسو هو شاف داك الشي صافي، جات في بالو الخيال. امين فاش هضر مع نرجس بخصوص الموضوع شرح ليها موضوع وبين ليها باللي هو متفهم الامر، ولكن في الداخل ديالو حاقد عليها وحاقد حتى على علي اللي ما كانش عنده حتى شي دخل في هذا الموضوع، ولكن الغيره عماتو، ما بقاش كيشوف شي حاجه من غير الانتقام. امين بدا كيفكر في الانتقام من نرجس وعلي. واحد النهار امين قال لوالديه بلي راه غادي يدير حفله وغادي يعرض على صحابو فؤاد وعلي، في بالو كان داير خطه اللي غادي ينتقم بها من علي. امين اختار الوقت اللي كيكونوا والديه في الخدمه، كتكون الدار خاويه، تما كانت الوقت تاع العراضه ما بين 2 و 6 ديال النهار. امين قنع علي باللي هاد الجلسه هادي ما غادي تكون فيها لا كمايه ولا تبا، حكم ان علي ما كيحملش هاد الجلسات من هاد النوع. علي ملي سمع الجلسه غادي تكون نقيه وافق باش يمشي. امين استقبل فؤاد وعلي في الدار عنده، وجلسوا وداروا واحد السيدي كيتفرجوا فيه، وبقاو مجمعين وكيهضروا وكيضحكوا شويه. امين مشى للكوزينه، كان عنده في الثلاجه دانون اللي كيكون فيه دوك الطريفات تاع الفواكه. هز 6 ديال دانون وكب كل جوج في كاس اللي غادي يعطيه لعالي. جبد طريفه ديال الحشيش وحطها
خلطها ليه مع دانون، خلطو مزيان حتى ما بقاش تيبان اللون ديالو مع دانون. زاد بعض القطع ديال الفواكه من فوق الكيسان، وزاد شويه ديال الستيرو باش ما يبقاش يبان المذاق ديال داك الحشيش العالي. دا الكيسان ديال دانون وعطى لكل واحد كاسو، وطبعا كاس اللي فيه الحشيش عطاه لعلي. وبداو كياكلو هذاك دانون كيتفرجوا. علي فاش سالا هذاك الكاس ديال دانون ديالو بدا كيحس بالدوخه، كيحس براسو مخربق، وقال لهم صافي انا كنحس براسي عيان باغي نمشي في حالي. امين خرج معاه للباب وصافي علي مشى الطريق كلها وهو كيحس بالدوخه وبراسو مرفوع. وصل للدار بزز، مع دخل لبيتو وطاح على الفراش في كوما. الام ديالو بدات كتهضر معاه ما كيجاوبهاش، حتى قلباتو كتلقى بلي الكشاكش خارجين ليه من فمه. عيطات على الاسعاف وجرات بيه للسبيطار. الطبيب قال للام ديالو اللي ولدك واكل الحشيش. الام ديال علي قالت ليه اللي ولدي مستحيل يدير هادشي. وبعد يومين في المستشفى الطبيب خرج بأسوأ خبر، وهو ان علي مشى ليه القلب وصافي حمق ان تناول جرعه كبيره من الحشيش. الطبيب قال خاصو يمشي لمصحة الأمراض العقلية. بعد تحقيق في القضية الشرطة توصلت للحقيقة وتم القبض على أمين وتحكم ب10 سنوات. المهم الإخوان، هذه قصة ديال علي وأمين وفؤاد ونرجس ونوال.